شو رأيك أسألك سؤال يخليك تعرف الحق إن شاء الله؟ موضوع أنكم خلدتم صاحب الكبيرة في النار، مع أنكم خلطتم بين أمرين اثنين، المغفرة والتوبة، فأنزلتم آيات التوبة على آيات المغفرة. عرفت كيف يا بدر؟ يعني أنا أقول لك لما نقول للإباضي إيش الدليل على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الذين يموتون وهم كفار لكن اعتدنا لهم عذابا أليما. صح يا أستاذ بدر؟ وهذا هو الخلط الذي حصل عندكم، ربطتم التوبة بالمغفرة. طيب الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل صاحب الكبيرة مشرك؟ هل هو عاصي أم مشرك؟ يا أستاذ بدر، هل صاحب الكبيرة عاصي؟ أين؟ إذن هو دون الشرك. الآن السؤال دائما بقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذا العذاب والمغفرة في الدنيا أم في الآخرة أم في الدنيا والآخرة؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا والآخرة. صح ولا تخالفني؟ العذاب والمغفرة متى يكون؟ قد يكون في الدنيا قد يكون في الآخرة قد يكون في الدنيا والآخرة. صح؟ شو بتختار؟ يعني قد يكون في الدنيا وفي الآخرة. هنا الخلط اللي صار عندكم الآن. إذا أنت قلت ما في مغفرة في الآخرة يكون كلامك صحيح. قلت ما في مغفرة يعني أنتم أغلقتم باب التوبة. صحيح باب التوبة أغلق للعاصي في الدنيا بالوفاء، لكن هل باب المغفرة أغلق؟ أغلقتم باب المغفرة في الآخرة. أنتم باب المغفرة للعصاة يبقى مفتوح في الدنيا والآخرة. المغفرة من يتجاوز عنه يغفر له هذه الكبيرة التي دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ذلك لمن يشاء. هل هذا في الدنيا فقط أم في الآخرة؟ لأن التائب في الدنيا مغفور له. واحد ما تاب إيش حكمه؟ لم يغفر له في الدنيا لأنه ما تاب. طيب في الآخرة أيضا لا يغفر له؟ وإذا تاب في الدنيا غفر له وانتهينا، لأنه مات دون أن يتوب. فهل أغلقت عليه باب المغفرة في الآخرة؟ مع أن الله سبحانه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك في الدنيا وفي الآخرة. قد يغفر في الدنيا وقد يغفر في الآخرة. تراجع نفسك رجاء، المسألة يعني خطأ يعني شنيع عندكم هذا. نعم والذي أطمع يقول خطيئة يوم الدين. نعم هذا كلام نعم يطمع. هذا إبراهيم عليه السلام يطمع له أن يغفر له خطيئة يوم الدين. إيش المشكلة؟ هي خطيئة ويطمع أن يغفرها الله له. إيش المشكلة؟ أنت قلت لا يغفر له. طب إبراهيم يعني ما يطمع؟ المغفرة أنه غفر له الذنب خلاص، غفر له سامحه تجاوز عنه. كيف تجاوز عنه؟ سامحه ما عاقبه. إذا تاب إلا من تاب وآمن فأولئك بدوا بسيئة حسنات. ألم يغفر له؟ مغفور له. ما في مشكلة، بس أنا بقول هل أخطأ إبراهيم الذي قال أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ أخطأ إبراهيم لما قال هذا؟ يا رجل إيش مغفر؟ ما تعرف إيش المغفرة؟ تجاوز، غفر له تجاوز عنه. إيش فيك يا بدر؟ تجاوز عنه، اغفر لي سامحني. أنا ما أتكلم عن الذي غفر له في الدنيا، أنا أتكلم عن الذي لم يغفر له في الدنيا. أنا ما أتكلم عن من غفر له في الدنيا. اللي غفر له في الدنيا غفر له، لكن أتكلم لم يغفر له في الدنيا. هل يغلق عليه باب المغفرة في الآخرة؟ بدر لا تصير مثل الشيعة، ترى هذا أسلوب سيء. ترى ما 12 مثلكم تسأل بالشرق وجاوب بالغرب، لا تكون مثلهم. أنتم أصحاب عقول مو مثلهم. أنتم أصحاب عقول مو مثل الشيعة 12، تسأل بالشرق وجاوب بالغرب. أنا أقول إنسان لم يغفر له في الدنيا، هل يغفر له في الآخرة أم باب المغفر مغلق أمامه وهو غير مشرك؟ ما عليه بحق إبراهيم. إيش معناها؟ أنا ما أتكلم عن إبراهيم، أنا أتكلم عن صاحب الكبيرة. أنا أتكلم عن صاحب الكبيرة الذي لم يتوب في الدنيا. هل أمام المغفرة في الآخرة ولا مغلق باب المغفرة لا يغفر له؟ عرفت؟ تفضل لك الله. طيب السلام عليكم. هنالك صوت. أحسنت على التقديم أبا المنذر. يوجد صوت؟ نعم. لا بد أن نميز بين أمرين اثنين، بين المغفرة في الحياة الدنيا وبين المغفرة في الآخرة.
فالآيات التي تتحدث عن المغفرة في الآخرة تتحدث عن دخول الجنة، كقول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا قائل يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يغفر لإبراهيم عليه السلام في الحياة الدنيا وسيغفر له في الآخرة، بل الاتفاق على أن إبراهيم عليه السلام غفر له ربه في الحياة الدنيا. فقوله سبحانه حكاية عن إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أن يدخلني الجنة. فلفظ المغفرة الوارد في الآخرة يقصد به الجنة، ولفظ المغفرة الوارد في الحياة الدنيا يقصد به التجاوز عن السيئات. لا بد، بما أنك تنصحني كذلك أنا أنصحك وأقول لك لا بد أن تعي هذا الأمر، فهذا الأمر مهم. ثم مسألة خلود أهل الكبائر في نار جهنم هذه منصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. من أجل أن تخرجهم تحتاج إلى نص. فأنت ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، أنا لو سلمت جدلا بقولك لن نجد شاهدا في هذه الآية في هذه المسألة، بمعنى قولك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء علقت بالمشيئة، فالذين يشاء الله لهم المغفرة سيغفر لهم. طيب، والذين لم يشأ لهم، هنا السؤال: الذين لم يشملهم قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بأي نص ستخرجهم؟ الآية استغرقت أصحابها، أليس كذلك؟ فأنت تحتاج إلى نص من أجل أن تخرجهم، فما هو النص في كتاب الله من أجل إخراجهم؟ تفضل. البدر، أنت ابتعدت عن سؤالي. شوف يا أستاذ، أنت يجب أن تكون واضح وصريح وتعترف أن باب المغفرة في الآخرة مغلق، أن الله لا يغفر لأحد في الآخرة. أن تعترف تقول نعم، باب التوبة في الدنيا مغلق لمن تاب، لمن مات وهو عاصي، وكذلك المغفرة مغلقة. هل أنت تستطيع أن تجزم أن باب المغفرة في الآخرة مغلق في حق العصاة؟ لأن أنا عندي في موضوع الخلود في الجنة والنار في عندي آيتين بس، أنا خلني أتكلم بهذا. هل تقر أنت الآن وتقول، لأن قياسك أصحاب الكبائر على إبراهيم ما أقبله، لأن إبراهيم قال أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذا طمع من إبراهيم عليه السلام. وإذا لماذا يقولها ما دام هو مغفور له حسب فهمك؟ إذا إبراهيم يطمع في شيء متحقق أصلا، عرفت؟ ليش يطمع؟ لما قال سيدخلني. لكن رجاء، هل باب المغفرة في الآخرة مغلق أمام العصاة؟ تفضل لك. وربنا بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باب المغفرة موجود. تفضل، هل باب المغفرة مغلق؟ تكلم. طيب، السلام عليكم. أولا نتفق على أن المغفرة حاصلة في الحياة الدنيا لمن تاب غفر الله له، هذا باتفاق. أما مسألة أن يغفر الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يبدل السيئات إلى حسنات في الآخرة، فهذا خطأ في نظري لأي شيء، لأنه مدعاة لتناقض القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى وعد، لو سمحت بس أكمل، والله لا يخلف وعده. لكن أنت جيت تكلمت شيء آخر، أنت تقول بدل سيئات، أنا ما قلت بدل سيئات وحسنات. المغفرة لا تعني تبديل السيئات حسنات، لهذا طلبت الناقض. فرجاء، أنت الآن قلت أن يبدل السيئات وحسنات، أنا ما قلت هذا، أنا قلت يغفر له هذه السيئات، ما قلت يبدلها. تفضل، لا تخلط. أنا أريدك تقول لي أن باب المغفرة في الآخرة مغلق. تفضل لك اللقب. طيب، السلام عليكم. أتمنى أن لا يتكرر التنقيط. طيب عزيزي، إذا كانت المغفرة في الآخرة بمعنى تبديل السيئات إلى حسنات، إذا كانت المغفرة في الآخرة بمعنى التغاضي عن السيئات مع أنه حملها معه، يعني حمل ظلمة، والله يقول وقد خاب من حمل ظلمة، فهذا لا يجوز في حق الله، لأنه مدعاة إلى تناقض القرآن الكريم الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى. لك اللاقط. أنت دخلتني في الظلم. الظلم أيضا عن درجات، قد يكون شرك وقد يكون غير شرك.
نعم، وقد خاب من حمى ظلما هذا المشرك. ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. فلا تلعب بالألفاظ رجاء. الظلم هنا أيضا درجات، قد يكون شرك قد يكون غير شرك. الشرك لا يغفر. قد خاب من حمى ظلما من حمل شركا. هل باب المغفرة مغلق؟ يا أستاذي بدر، أنت الآن جالس تقول بعبارة أخرى أن هذه الآية منسوخة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هل هذه الآية منسوخة؟ تفضل لك اللاقط، لأنك إذا قلت منسوخة يعني أغلقتها بالمغفرة، فهل هي منسوخة؟ تفضل لك اللاقط. طيب، السلام عليكم. لا، لم أقل إنها منسوخة. فقوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هنا لا بد أن نعلم ما هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. بمعنى هل الله سبحانه وتعالى نص على مشيئته أو لم ينص؟ نحن نقول إن مشيئة الله سبحانه وتعالى معلومة، والله سبحانه وتعالى أطلعنا على مشيئته. فعلى سبيل المثال نأخذ أمثلة. مثلا الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، ما مشيئة الله فيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. مثلا الذين يكتمون ما أنزل الله، مثلا الذين يسيئون في قسمة الميراث. بمعنى لو أنك يعني عملت عملية إسقاط لمشيئة الله سبحانه وتعالى على الذنوب والمعاصي، لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر مشيئته. فالمشيئة معلومة أعلمنا الله سبحانه وتعالى بها. لذلك هو القائل سبحانه وتعالى مثلا في شأن من أساء في قسمة الميراث: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومعلوم أن الذي يهنه الله لا مكرم له. إذن هذه مشيئة الله، فمشيئة الله معلومة معروفة كما بين سبحانه وتعالى. تفضل. هذا تخصيص منك. بقيت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يعذب هذا الرجل وقد يغفر له، حتى آكل مال اليتيم، حتى الذي خلف في الميراث يبقى تحت المشيئة، لأنه ما استحل هذا. يقول أخرجته من هذه المشيئة، بأي حق أخرجته؟ أصلا هي المشيئة، أصلا المغفر لمن في الشريعة لمعذب أم يمنع عنه، سواء في الدنيا أو في الآخرة. المغفرة لمن يا أستاذ؟ المغفرة في الدنيا والآخرة للمخالف ليس للمطيع. فأنت جالس تخرجهم من الدائرة. الآن أنت قلت هذه الآية: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة يعذب من يشاء ويغفر من يشاء في الدنيا والآخرة. فهل هذه منسوخة؟ إذا قلت منسوخة صدقناك، إذا قلت غير منسوخة فالمغفرة لم يغلق بابها أمام العصاة، ولا يمكن أن تستطيع أن تقول منسوخة، لأن الآيات كثيرة التي تؤكد أن الله له ملك السماوات والأرض وأنه يغفر لمن يشاء وأنه على كل شيء قدير. التائب انتهى أمره، المشرك انتهى أمره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دام دون الشرك فهو تحت المشيئة. أنت بتقول حدد لنا المشيئة، لا، هو تحت المشيئة لأنه دون الشرك. هذا تخصيص، أنت لا تريد أن تخصص. المشرك خرج من الدائرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل هذه الآية، هل باب المغفرة في الآخرة مغلق عندك يا أستاذ؟ لن تستطيع أن تقول نعم. وإذا قلت ليس مغلق فهو لمن؟ الآن يا تقول لي باب المغفرة مغلق، أو تقول لي المغفرة لمن؟ للمطيعين الذين تابوا في الدنيا وبدأ الله سيئاتهم حسنات، أم لآخرين؟ حياك الله وراك منسية. تفضل لك اللاقط. عليكم السلام. السلام عليكم. أنت الآن تريد أن تحصر المغفرة معي في مفهوم واحد، وهو ماذا؟ وهو التجاوز عن السيئات. وهذا خطأ لأي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ المغفرة في كتابه سبحانه بمعنى الجنة. أما مسألة المشيئة فقد بينت لك أن المشيئة تأتي، يعني أن المشيئة معلومة وقد بينها ربنا سبحانه. وذكرت لك مثالا فقلت لي هذا في المستحيل وأنا أخالفك. لا، الله لم يوصي المستحيل بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه لم تكن للمستحيل معي.
لم تكن للمستحيل. ثم قوله سبحانه، لحظة لو سمحت آخر كلمة بس لأنك ذكرت المشيئة. قوله سبحانه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، فسؤالي لك على بناء على قوله أو يتوب عليهم، فهل الله سبحانه وتعالى يتوب على المنافق؟ تفضل. هو جاء بآية أخرى وجزم قال خالدين فيها أبدا، من منسوخة. آية المنافقين أمرها محلول عندي، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا. فالمنافق خارج الدائرة، ما ليش علاقة في المسألة أبدا، مجزوم أمره، هو في الدرك الأسفل من النار أسوأ من الكافرين قطعا. لحظة يا شو، لا لحظة بدر، أنت بدك تحولنا حوار، أنا ما بدك تحول الحوار. أنت الآن بتقول أنت حصرت المغفرة، أنت الآن تقول كلمة نعم ما تلك بالآيات إذا تريد، لكن اصبر شوي، اصبر يا بدر لحظة لو تكرمت عشان ما تحول أمر للمنافقين. خلينا نتكلم الآن في العصابة، بعدين نتكلم في المنافقين، ما في مشكلة، بعدين نتكلم فيها. خلينا نتكلم في الآية الأولى. أنت قلت كلمة جميلة، قلت أن المغفرة تحتمل أكثر من معنى، صح؟ تحتمل أكثر من معنى. أنت حصرتها فقط قلت دخول الجنة، بأي دليل؟ ليش صارت محصورة؟ بأي دليل حصرتها أنها في الجنة؟ لأن إبراهيم قد يغفر خطيئة يوم الدين فقط وتترك الآية الأخرى. تفضل لك اللاقل. طيب، سؤال جميل كذلك. تقول لماذا حصرتم لفظ المغفرة في الآخرة في دخول الجنة؟ نعم، أقول لك لأي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى ذكر وعيده في من أذنب ولم يتب، وبينه وفصله أيما تفصيل. فلا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى بشارة أو تبشير لمن عصى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالجنة، بل الله سبحانه وتعالى توعدهم بالنار. إذن هنا نعلم أن من توعد بنار جهنم لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. من هنا علم أن المغفرة التي أتت في الآخرة، أتى ذكرها في الآخرة، يقصد بها الجنة حصرا، حتى لا نقع في تناقض بين آي الكتاب العزيز. لكم اللاقط. مادام كنت واثق من هذا، لماذا تقول هذه الآية منسوخة؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء؟ لماذا لا تقول هذه منسوخة؟ ما دام هي حصرا في الجنة، إذا قل هي منسوخة حتى لا يبقى شك أنها تحتمل المغفرة ليس دخول الجنة. تفضل لك اللاقط. أقول منسوخة حينما أقول إن مشيئة الله سبحانه وتعالى مخبوءة، إن مشيئة الله سبحانه وتعالى غير معلومة، ولكنني لا أقول ذلك، بل أقول إن الله سبحانه وتعالى أعلمنا مشيئته في الناس، فالمطيع له الجنة الذي مات على طاعته، والعاصي له النار. هذه هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. الجواب واضح لكم اللاقط. إذا هذه الآية الأخرى هي المنسوخة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا هذه الآية منسوخة. هل هذه الآية منسوخة عندك؟ تفضل. طبعا الآية ليست منسوخة معي، ولم أقل إنها منسوخة لأي شيء، لأنه لا يوجد تعارض أبدا، لا يوجد. فقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علم أنها في الآخرة أو عند الموافاة على حسب ما يختم للإنسان، لأنها لو كانت في الحياة الدنيا علم أن المشرك يغفر الله له، فقد غفر الله سبحانه وتعالى للمشركين بمجرد دخولهم. لو سمحت تكمل فقط لأنك سألت. ترجع بتلف بالدود بتقول لعلم. لا، أنا ما قلت يغفر للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. هي نفس الآية، عليم كم منسوخة. يا رب من حلال يا بدر، قسما بالله أن المسألة واضحة. ليش تخلط؟ لحظة، ما أنت بتقول لي لا، المشرك اتفقنا أنه لا يغفر له بنص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، انتهينا من هاي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. المشرك يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل في الدنيا وفي الآخرة؟ فحين يغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الدنيا وفي الآخرة. أما منسوخة، تفضل لك اللاقط. طيب، لو تركتني أكمل لأتيت على الجواب.
قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذه عند الموافاة في الآخرة، لأن من مات قامت آخرته. بما أن المغفرة هنا تتحدث عن الآخرة، إذن هي حصرا في الآخرة، فلا نردها إلى الحياة الدنيا ونقول هل الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك حينما يكون حيا؟ إذن هي حصرا في الآخرة. طيب، من مات على شركه الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، انتهينا من هذا. قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هنا تفصيل. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه يغفر لمن يشاء فقد علقها بالمشيئة. والسؤال من هم الذين يشاء الله لهم المغفرة؟ واحد. السؤال الثاني الذين لم يشاء الله أن يغفر لهم. هذان سؤالان. نجيب على السؤال الأول، من هم الذين يشاء الله لهم المغفرة؟ أنا تقدم وذكرت لك أن مشيئة الله معلومة. الذين يشاء الله سبحانه وتعالى، طبعا المغفرة هنا بمعنى دخول الجنة، إدخال الجنة، هم المتطهرون، هم التائبون. ما الدليل على ذلك؟ على سبيل المثال قوله سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة، اسمع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. إذن هؤلاء هم الموعودون بالمغفرة في الآخرة، وهم من المتطهرون، هم التائبون. الصنف الثاني الذين لم يشاء الله أن يغفر لهم، من هم؟ طبعا هم الذين توعدهم رب العباد سبحانه وتعالى بنار جهنم في كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره، فلا يوجد تعارض. لكن لو قلنا إن الله يغفر ويتجاوز عن المذنبين الذين أصروا ولم يتوبوا، إذن وقعنا في ماذا؟ في إشكال. لكم اللاقط. وقعنا في إشكال. هو أبو ذكرهم الصنفين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الذي لا يغفر له، ويغفر من ذلك لمن يشاء، وهذا يشمل في المعاصي. بس ما ستخرجهم إلا أن تقول هذا شرك، إلا أن تعتبره شرك. هل من مات على معصية غير مستحل لها، لأن الاستحلال كفر، تشمل هذه الآية أم لا؟ إذا بتقول لا، بقول لك ربنا استثنى فقط أهل الشرك، ما استثنى غيرهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عاد بتروح أنت تقول لي شرقي غربي شمال جنوب، هذا شأنك. أما نحن عندنا المسألة واضحة، أنت تمنع مشيئة الله ومغفرته، عفوا أن يغفر ويرحم من مات غير مشرك، جعلته مع المشركين، مع أن الله لم يجعله عندما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. بس ما عندي أكثر من هيك. إذا أنت مصر على رأيك انتهي الحوار، أنا أنقلك لك إلى موضوع آخر. تفضل لك اللاقط. طيب أبا المنذر، سؤال لو سمحت. الآن من مثلا يأكل أموال اليتامى ظلما ليس مستحلا، أو الذي يتولى يوم الزحف، أو يأتي بأي ذنب عليه وعيد سواء كان، نعم، ذكره الله سبحانه وتعالى. سؤالي، هل هذا ممن خفت موازينه أم ممن ثقلت موازينه؟ تفضل. أنت جبت بنفسك. إذا وضعنا في الميزان أن هناك حسنات وسيئات، هذا يعتمد على من خفت أو ثقلت. وعندك حديث البطاقة لا إله إلا الله رجح بسجلات من الذنوب والمعاصي، من الذنوب والمعاصي والأخطاء. أجبتك هذا يعتمد على حسناته، لأنك كنت تكون في الميزان. ما أدري، أنا ما أستطيع أن أجزم أن من أكل أموال اليتامى ظلما أنه رجحت كفة موازين السيئات. هل تجزم أنت؟ تفضل لك اللاقط. نعم، أجزم بأنه في نار جهنم، والدليل على ذلك قوله سبحانه سألت من نار جهنم، قلت هل هو من خفت موازينه؟ لا تغير الكلام. نعم معلش، أنا بنقلك لما تغير الكلام. أنت قلت لي أين هي؟ هل خفت موازينه أو ثقلت موازينه؟ قلت لك لا أدري. هل تجزم أنها ثقلت موازينه؟ طيب، هو أكل أموال يتامى ظلما لكنه جاهد في سبيل الله، لكنه قتل في سبيل الله. شرب خمر لكنه قتل في سبيل الله. شفت الميزان؟ أنت لا تستطيع أن تحدد في الدنيا ولا أنا، فلا تغير السؤال. أنا قطعت لما غيرت الكلام. تفضل. هل تجزم أنت أن آكل أموال اليتامى ظلما ميزانه ثقيل، السيئات ثقيل؟ تفضل. طيب أبا المنذر، دائما أقول لك الجواب، لولا أنك قاطعتني لا سمعت الجواب على السؤال.
نعم أجزم بأنه ماذا ممن خفت موازينه لأي شيء لشيء واحد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه لا يدخل نار جهنم إلا من خفت موازينه. وعليه سؤالي هو التالي: هل عندك دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى أن من ثقلت موازينه يدخل نار جهنم ثم يخرج منها؟ إذا كان هنالك نص بهذا تفضل اسمعني إياه لو سمحت. معلوم بالدين بالضرورة. إذا تنكر هذا أن من ثقلت حسناته على سيئات يدخل النار يدخل الجنة، هذا أنا ما أدري والله، ما أستطيع أتكلم فيه أبدا ما أستطيع أتكلم في هذا. قطعا من زادت حسناته هو من أهل الجنة قطعا، إلا بتقول لا تزيد حسناته يروح على النار، هذا كلامك أنت. فأنت دخلت نفسك في علم غيبي وجزمت أن من يأكل أموالك ظلما ميزان يعني ميزان سيئاته سيكون يعني تكون سيئاته أكثر من حسناته، وهذا لا أقول به أبدا، لا أقول به أبدا. أنا أقول الميزان يوم القيامة، من ثقلت موازينه في الجنة، من خفت موازينه في النار. الميزان حسنات وسيئات، أنت تجزم، هذا علم غيب أنا لا أخوض فيه ولا أجر أن أتكلم فيه. تفضل لك اللاقط. نحن نتحاكم على ضوء قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فسؤالي بناء على ما ذكره ربنا سبحانه، فالسؤال يا أبا المنذر: هل الذي يدخل النار هو ممن خفت موازينه أو ممن ثقلت موازينه؟ تفضل. قل لك الذي يدخل الجنة من ثقلت موازينه، والذي يدخل النار من خفت موازينه. لكن هل هذه المعصية تسبب خفة أو ثقل؟ أنا ما أستطيع أجزم، ما أستطيع، لأنه قد يكون عنده حسنات أخرى. كيف تخليها تخفف وعنده حسنات أخرى؟ ما هذا سؤالي. أنا أقول هذا علم غيب صرف، لا يستطيع إنسان أبدا أن يجزم. طيب يوجد صوت إن شاء الله؟ نعم، جميل جدا. إذن أنت تقول لا نستطيع أن نجزم، وأقول لك بل نجزم بناء على النص. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قوله سبحانه وسيصلون سعيرا هذه تدل على ماذا؟ على أنهم لا محالة أين؟ في السعير. كونه في السعير إذن هو ممن ثقلت موازينه أو ممن خفت موازينه؟ طبعا أجبت وقلت هو ممن خفت موازينه. تفضل. هو سيصلى نارا قبل الحساب أم بعد الحساب؟ قبل الحساب سيصلى النار أم بعد الحساب؟ تفضل لك اللافظ. النار تكون بعد الحساب وليست قبل الحساب. إنك غلطان، قد يعذب يوم القيامة. شو رأيك؟ ما في عذاب يوم القيامة؟ ما سمعت يوم يحمى عليها في نار جهنم؟ عفوا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعذب صاحب الذي لم يؤدي زكاة ماله حتى يقضى بين العباد؟ ولما تعرفون هذا الحديث؟ تفضل لك اللاقط. تقصد أن الله يعذب في نار جهنم ثم يخرجهم ليحاسبهم ثم يردهم إلى النار، هكذا تقصد؟ تفضل. قطعا ما أقول هذا، مش مراحل يدخل النار ثم يخرج منها، لا، إذا دخل النار لا يخرج منها إلا الموحدون. لكن أنا سؤالي قلت لك قبل الحساب بعد الحساب، قلت لي بعد الحساب، صح؟ مش قلت يدخل النار بعد الحساب عشان أتأكد من المسألة، صح يا أستاذ بدر؟ صحيح. الحسنات التي له في الدنيا أين ذهبت؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج، هل وضعت في الميزان أم لا؟ تفضل لك اللاقط. سؤال جميل. نعم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السيئة تحبط العمل الصالح، من أصر على معصية ومات عليها ذهب عمله كله، ذهب عمله كله، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك تفصيلا وإجمالا. فمن ضمن التفصيل مثلا مسألة من يرائي قال الله، تستغفر الله، تستعيذ من قول الله: المرائي أو الذي ينفق ماله رياء الناس. كيف يا بدر؟ أنا أستعيذ من قول الله أنا أستعيذ من قول الله. شوف كيف منطقك ليش يا بدر؟ أنا أتعوذ بالله من قولك أن الخطيئة تذهب السيئات كلها، مع أن رب سبحانه قال إن الحسنات تذهبن السيئات، أنت تقول السيئات تذهبن الحسنات. عرفت كيف تتعوذ من كلامك؟ الله سبحانه يقول أنت تقول إن السيئات تذهبن الحسنات، فأصدق كلامك أم كلام الله سبحانه وتعالى؟ لهذا تعوذت بالله. تفضل، ما رأيك؟ لك اللاقط.
قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا حق لا شك فيه ولا ريب. وكذلك أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن المعصية تحبط العمل، وقد ذكر ذلك تفصيلا وإجمالا. فمن ضمن ذلك كما قلت لك الذي ينفق ما له رياء الناس. لحظة لو سمحت، أو قوله معلش يا بدر، تحبط العمل غير تذهب السيئات، عفوا تذهب الحسنات. تحبط العمل غير تذهب السيئات، لا تخلط. نعم أنا إذا قمت أصلي ورأيت في الناس تذهب أجر صلاتي، بس حسناتي الأخرى ما بتروح، لأن تحبط عملك. لأن أشركت لا يحبطن عملك، لأن أشركت لا يحبطن عملك. فليس كل سيئة تحبط العمل كله إلا الشرك. قال وقدمنا إلى من عمل عمل فجعلناه هباء منثورا. الآن السيئات يذهبن الحسنات أم لا؟ تفضل لك اللاقط. وهناك الخطيئة التي ذكرتها تعني الشرك. تفضل لك اللاقط. طيب أنت الآن حصرت، أولا أجيبك تقول لي السيئات يذهبن الحسنات، أقول لك لا، بل الحسنات يذهبن السيئات. أما السيئات فإنهن يحبطن ماذا؟ الحسنات يحبطنها ولا يذهبنها. هذه واحد. الأمر الثاني، أنت الآن حصرت وقلت أشد من الذهاب يا رجل. الإحباط يعني شرك، لأن أشركت لا يحبطن عملك. هذه السيئة تحبط العمل، ليست كل معصية تحبط العمل يا بدر أرجوك. الله حددها، لماذا فعل منها؟ الله أحبط، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك. لماذا تجعل المعصية تحبط العمل إذا هي من الشرك؟ تفضل لك الله. طيب أتمنى حقيقة أن لا تقاطعني في نفس الطريق ثم تقول شيئا يعني ما وددت أن أقوله. لماذا؟ لأنك حصرت الآن إحباط العمل في ماذا؟ في الشرك، وهذا خطأ. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهل هذا شرك؟ قل لي هل هذا شرك أن ترفع صوتك فوق صوت النبي؟ إذا تقييدك الذي أتيت به بالشرك أي حينما جعلت إحباط العمل فقط في جهة الشرك، هذا خطأ، وهذا مثال حي أمامك. تفضل. شوف يا أستاذ كيف تأخذ المحكم على المتشابه والمشابه على المحكم. الآن وضح ولقد أوحي إليك ولا من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. هل ما دون الشرك يحبط العمل كله ويدخل صاحبه في النار؟ ما دون الشرك لا يدخل، يعني لا يحبط العمل كله يا رجل. ولو كنا حبط بمعنى هنا نقص أو ذهب بالأجر أو أحبط هذا العمل الذي فعله. الشرك فقط هو الذي يدمر كل شيء، هو الذي يلغي كل شيء. عرفت؟ فأنت جالس العام بتخصصه والخاص بتعمله. الإحباط يشمل نوعين، السيئات تشمل نوعين. أنت جالس تحكم كلها في ميزان واحد، مع أن المعاصي متفاوتة كذلك إحباط متفاوت. الذي يحبط العمل كله هو الشرك. الذي يدخل الإنسان نارا خالدا فيها لا يخرج أبدا هو الشرك. أنت جالس تعمم تقول حتى الكبيرة تحبط العمل، حتى الصغيرة الذي لم يتب منها عندك تحبط العمل، ممن تاب مما موحدا ولم يتوب. أنت جالس تكون أمام النور عند رب العالمين. القاعدة عندك أن الله لن يغفر ما هو دون الشرك يوم القيامة، وربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، هو يقول أنا أغفر ما دون الشرك لمن أشاء. عنده هذه الآية منسوخة، إن الله لا يغفر ما دون الشرك، هذه منسوخة. فضل كل منسوخة الآية هذه خلاص. فضل لك الله. أبا المنذر يعني انتبه أنك وأنا معك لا إشكال، يعني في كل مرة تنتقل من مسألة إلى أخرى من مسألة إلى أخرى وأنا معك. أقول لك أبا المنذر نحن لا نتقول على الله سبحانه وتعالى، نحن نتبع ولا نبتدع، ونجعل يعني نصب أعيننا نجعل قول الله سبحانه وتعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الآية يعني ذكرتها وأجبت عنها وبينت أن لا تناقض بينها وبين سائر القرآن، ولكن للأسف أنا سألتك ولم تجبني. قلت لك أين الشاهد من هذه الآية؟ أين الشاهد من هذه الآية وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيما تذهبون إليه من خروج أهل الكبائر من نار جهنم. قل لي أين الشاهد فقط قبل أن أعطيك أدلل بقوله مسألة إحباط العمل. طبعا الله سبحانه وتعالى ذكر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم وقد ذكرت لك المن والأذى، وقوله سبحانه إجمالا لأنني قلت لك إجمالا. مثلا خطابه سبحانه للمؤمنين قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذن الآن بطلان العمل هذا لمن؟ هل
عمل المؤمن معرض للبطلان؟ نعم، بالشرك أو بعدم طاعة الله والرسول، كذلك بعدم طاعة الله والرسول، وهذا نص واضح. فلا لو سمحت أجبني ما الشاهد في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما الشاهد فيها في مسألة خروج أهل الكبائر من نار جهنم؟ تفضل. من يغفر له يخرج من النار، والمعصية دون الشرك ما تحتاج، ربنا غفر له فيدخل في الجنة، ولا ايش فائدة من مغفرة له ويبقيه في النار؟ الله يسامحه فيدخل في الجنة. تفضل لك الآخر. طيب أبا المنذر، أنت الآن تحمل النص ما ليس فيه، فكأنك تقرأها قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا هو النص. أنت لا زدت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعد إدخاله من النار، بعد إدخاله من النار، فمن أين لك هذا؟ إذا أخذناها على ظاهرها مثل ما تقول أنت الآن، هل ورد ذكر النار في هذه الآية؟ من أين لك أنهم يغفر لهم بعد دخول النار؟ من أين؟ تفضل. سبحانه وتعالى فرق بين أهل النار، منهم من هم خالدين ومن في خالدين أبدا. الخلود الأبدي لا يخرج منها، والخلود طول الوقت بس، ولا أسهل منها يعني. إلا أن تقول هذه لفظ أبدا لا تعني أي معنى، ما لها فائدة. بس تفضل لك الآخر. اسمح لي، لم تجب أبا المنذر، لم تجب، فالآية لم تذكر النار أبدا، ثم ما تحدثنا نحن عن لفظة أبدا، وبما ذكرت آية أخرى وهي أصلا ذكرت النار هنا، أصلا ما ذكرت أبدا النار، لا في الخلود ولا في الخلود الأبدي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هل ذكرناها أصلا في الآية؟ هل ذكرها أصلا؟ لا في الخلود ولا في الخلود الأبدي، لكن تكلم عن أهل النار في آيات أخرى، وصف أهل النار منهم من الخالدين، من هم الخالدين فيها أبدا، فمن خالد فيها أبدا لا يخرج منها، والخالدين فيها قد يخرج منها، لأن الخلود الأبدي غير الخلود. هل أنت تجعل الخلود من الخلود الأبدي؟ تفضل لك الآخر. أبا المنذر، يعني المكابرة ما زين. الآن الآية هذه وقوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيها ذكر للنار، طبعا لا يوجد فيها ذكر للنار، فأنت الآن تتحدث عن ماذا؟ أنهم يدخلون النار، ثم هذا مخالف لعقيدتك، لأنك تقول من مات فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء ماذا؟ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقولكم إن شاء غفر له بأي دليل؟ شاء عذبه ثم يخرجه. ما وقفنا نحن، ليش أنت وقفت؟ شوف اضطرينا أن نقطع، أنا بضطر أن أقطع. إحنا بنقول نعم هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له فلن يدخلها، وإن شاء عذبه ثم يخرجه منها، لأنه لم ينتبه للخلود الأبدي. لا تأخذ النص الجزء من الكلام وتنسبه لنا. إحنا هذا عن معتقدنا، أعكر لك إياه. أهل النار قسمين، أو بالأحرى نبدأ من الكبائر. أهل الكبائر قسمين، قد يغفر له قبل أن يدخل النار، قد يكون عنده حسنات أكثر أصلا. شوف صاحب الكبيرة قد يكون عنده حسنات أكثر من سيئاته رغم الكبيرة التي عنده، فيدخل الجنة ابتداء. قد يغفر الله سبحانه وتعالى ويدخله الجنة ابتداء، هذا معتقدنا. قد يكون صاحب الكبيرة في النار لأن سيئاته أكثر من حسناته، فيدخل النار يعذب بقدر السيئات، يطهر من هذه السيئات ثم يخرج منها، لأن الله الذي الخلود الأبدي. عرفت؟ ما كتب الخلود الأبدي، فأنت تقول لا هو مخلد خلود أبدي، من أين جئت بها؟ تفضل. طيب الآن انتقلت إلى الأبدية. أنا يكفيني منك يا أبا المنذر أن تقر أن من دخل النار يخلد فيها فقط. أنا أعقب على كلامك لو سمحت، لا تقاطعني. فيها غير الخلود الأبدي، ما أنا بعقب، أنت بتجي تقول يخلد فيها. نعم أنا قلت لك يخلد، لكن غير الخلود الأبدي. يخلد لكن ليس خلود أبدي، لأن الله فرق بين أهل النار. في نص يا أستاذ بدر، بالله عليك ركز معي قليل، وعدلنا على التنقيط، بس أنا بحب أحصر الحوار. الله وصف أهل النار، قال ومنهم من خالد أبدي. تمام؟ من هذا الخالد ومن هو الخالد الأبدي؟ أم هو صنف واحد فقط؟ تفضل لك الآن. طيب أبا المنذر، الخلود معناه ماذا؟ البقاء الدائم كما يقول أهل اللغة، وذكر الأبدية الخلود غير البقاء الدائم. لا، طول الفترة. نعم، هو هي المشكلة هنا أنك أنت تصير أن تجعل الخلود كالخلود الأبدي، مش الخلود الدائم أبدا. الخلود طول الوقت نعم، أحقابا نعم، خالدين فيها أحقابا نعم، أما أبدي لا، ما أقبل لفظ الأبدي. الخلود ما أقبله، لأن القرآن ما في شيء ليس له حاجة. فرق ربي بين صنفين أهل النار، صنف قالت خالدين فيها، صنف قالت خالدين فيها أبدا.
فمن هم الصنفان؟ تفضل يا بدر. طيب عفوا أبا المنذر، خفف عنا التنقيط لو سمحت، خفف عنا التنقيط. أنت تقول إن الخلود إنما هو طول المكث، أقول لك لا، الخلود هو البقاء الدائم كما قال أهل اللغة معي، ولم يقولوا بطول المكث، هذه واحدة. ثم أعطيك مثالا من قوله سبحانه، وقل لي ما معنى هنا الخلود. قوله سبحانه وتعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قوله ويخلد فيه مهانا، هذا هنا الخلود أبدي أم منقطع كما تتفضل؟ تفضل. الخلود وحده طول المكث، والخلود الأبدي الدائم. عرفت؟ هذا هو الفرق. أنا عندي خلود أبدي. ما فائدة قول سبحانه وتعالى قول خالدين فيها أبدا؟ هذه لفظة الزيادة في المبنى، هل تعني زيادة المعنى ولا تزيد؟ تفضل. طيب ما أجبتني أبا المنذر عن الآية التي ذكرتها. الخلود المذكور في هذه الآية هل هو الخلود الدائم كما يعني نفهمه، أم هو الخلود المنقطع كما تفضلت به أنت؟ هذه واحدة. والجواب على سؤالك طبعا تقول ما الفائدة؟ أقول لك زيادة. الخلود معناه ماذا؟ البقاء الدائم السرمدي، وذكر الأبدية إنما هو تأكيد لماذا؟ لذلك البقاء. فالآن لو سمحت يعني ممكن تقول لي ما معنى قوله سبحانه ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا؟ تفضل، ما معنى هنا يخلد؟ هل هو منقطع أم دائم؟ كل من كان دون الشرك فهو منقطع ما دام موحدا، ما دام دون الشرك فهو منقطع، لأن الله قال في المشركين خالدين فيها أبدا لا يغفر أن يشرك به. فأي ذنب دون الشرك هو منقطع لا يدوم، ليس أبدي. وقولك تأبيدا أبدا معناها التأكيد، هذا زيادة من عندك لا نقبلها، لأن زيادة المعنى المبنى تزيد في المعنى. فهناك فرق بين الخلود والخلود الأبدي، سيبقى هناك فرق. تقول لي تأكيد مش تأكيد، هذه من عندك. أما في لغة العرب زيادة المبنى تزيد في المعنى. والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال في المشركين والمنافقين في المشركين خالدين فيها أبدا. أنت ما تريد تخلدهم، هذا شيء يعني، ما تريد تخلد معهم العصاة، هذا شأنك. أما إحنا عندنا الكلام واضح. تفضل لك الله. طيب لا بأس بالمنذر، الكلام أخذ وعصاء. ممكن تذكر لي يعني تستدل على قولك هذا، تذكر لي آية معي، تذكر لي آية فيها يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الخلود ويقصد به الخلود المنقطع كما تتفضل. ممكن تذكر الآية وهي في الموحدين؟ تفضل. البدر يا أستاذ بدر، هي آية في العصاة، آية في العصاة. حتى أهل العلم يستشهدون من الآية في سورة هود خالدين فيها إلا ما شاء ربك، قال هذه تخص العصاة، خالدين فيها إلا ما شاء ربك. هذول من هؤلاء؟ قال هذول الذين لم يشركوا بالله أبدا يعذبوا في النار لأن ميزان السيئات كان عندهم أكثر، حتى يخرجوا من سيئاتهم ثم يخرجوا من النار إلى الجنة. هي الآية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماء لا ما شاء ربك. الآية الأخرى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماء لا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فقالوا هذه تخص غير المشرك، المشرك يبقى فيها لا يخرج منها، غير المشرك يخرج من النار. بس هذه الآية واضحة ما تحتاج. قال محمد ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أنت يا محمد ليس من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا وين؟ في الجنة في الدنيا في الآخرة. تفضل لك الله، لأن صاحب التوبة في الدنيا يغفر له، هذه الآية في الدنيا في الآخرة. تفضل لك الله. طيب ابن المنذر، يعني أنت تأتي بآيات ثم تنتقل مباشرة إلى آيات أخرى. أنا ذكرت لك وطلبت منك آية قلت قال العلماء، يعني أنت حتى ما قلت بنفسك. وأقول لك الآية التي ذكرتها هذه في المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول مباشرة بعدها فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. إذن هم هذه الآية في من يعبد غير الله. فهل عندك آية أن الخلود ذكر فيها الخلود ويقصد به الخلود غير الخلود الذي تتحدث عنه؟ أسمع منك إن شاء الله. يقول هذه في أهل النار. طيب هذه الآية إن وهن الكافرين أعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، هل فيها خلود أبدي ولا ما فيها؟ أم يستثنى أحد؟
لما قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها إلا ما شاء ربك. يعني ما الله يعني يخرجهم ولا ما يخرجهم؟ وهناك قال خلود أبدي. تفضل. عفوا أبا المنذر، أنت قلت إن الخلود ماذا؟ خلودان معي، وعلى هذا سألتك. أردت آية تخص خلود أهل الكبائر في نار جهنم الذي تراه طبعا من وجهة نظرك أنه خلود سينقطع، فهل عندك آية؟ طبعا ذكرت آية في المشركين في الكفار في الذين يعبدون غير الله ورددت عليه، فهل عندك آية تستند عليها أم أنك تقول كلاما لا دليل عليه؟ تفضل لو سمحت. أنا كم مرة ذكرت الآية؟ أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى ذكر أهل النار وذكر صنفين، صنف خالد وصنف خالد أبدي. أنت جزئني إياهم. في صنف قال خالدين فيها أبدا، وفي صنف قال خالدين فيها. أنت جزئهم. ما ذكر صنف واحد وقال خالدين فيها أبدا وبس، ولا قال خالدين فيها وبس. أنت جزئهم. تفضل ذكر لها قط. يعني الآن لا توجد عندك آية تنص على ماذا؟ على الخلود الذي تتحدث عنه، وإنما فقط من خلال فهمك. من جالس أقول لك يخلد فيه مهانة، الذين يزنون يخلد فيه مهانة، والمشركين قال إن الكافرين خالدين فيها أبدا. أنا أسألك سؤال، الزاني المسلم هل هو يعتبر صنف الكفار فينطبق عليه الخلود الأبدي؟ أنت جبت نفس الآيات ولا يزنون ويخلد فيه مهانة، هل هو من صنف الكفار خالدين فيها أبدا؟ تفضل لك الله. طيب أبا المنذر، إذا كنت تستشهد بهذه الآية فهذه الآية أيضا ترهقك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون. أنا أعرف تقول ومن يفعل ذلك عن الشرك، أنا أعرف ماذا تقول، وآية الشرك محددة يا أستاذ بدر. أنت على كيفك بتفزي الآيات؟ أنا عارف أنك حتتكلم عن الشرك قبل ما تتكلم عن شيء آخر. يكون المشرك أيضا يخلد فيه مهانة، ما بقول لك نعم يخلد فيه مهانة، ولكن هنا يا أخر تقول خالدين فيها أبدا. تفضل تكلم آخر. طيب أبا المنذر، لماذا تقاطعني؟ الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قطعتك. أنا عارف لك تقول، والله عارف لك تقول يا بدر. ما أنا قلت لك هذا يا أخرى عشان أوفر عليك الكلام قطعتك، لأن عارف لك تقول ولا من لدم الله. معلش يا عبود، ما أنا عارف ايش بدي يقول، عارف ما أنا أريد أوفر الوقت عشان ما يصير عملية بس مضيعة الوقت. أنا حيقول نعم قال ولا يفعل ذلك يلقى. هل صوت موجود؟ بدر تفضل لك الله. أبا المنذر، يعني أنا الآن ذكرت لك سؤالا، بما أنك تعتقد أن الخلود خلودان، فسألتك عن هذا الخلود الذي يخص أهل الكبائر والذي تراه أنه منقطع، فذكرت لي الذين شقوا، وذكرت لك أن الآية في المشركين في الكفار، فذكرت لي ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآية هذه الله سبحانه وتعالى يبتدئها بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقوله سبحانه ويخلد فيه مهانا، هل تستثني الذين يدعون مع الله لتقول أن اللفظ هنا لفظة يخلد بدون أبدا فتدل على أنها في أهل الكبائر؟ بمعنى هل الذين يدعون مع الله مستثنون من هذا الحكم الذي ذكره الله؟ تفضل لو سمحت. الله يهديك يا بدر. ما هي الكبائر صنفان، قد تكون شركية وقد تكون غير شركية، وقد تكون كبيرة غير شركية. أنا أعطيك مثال بسيط، واحد يشرب الخمر كبيرة، واحد مستحيل كافر، مع أنه نفعل نفس الفعل لكن في قلبه استحلال وفي قلب عدم استحلال. وهل كل كبيرة شرك؟ جوابي، هل كل كبيرة شرك؟ أليس الإشراك بالله من الكبائر؟ بل هو أعظم الكبائر، أليست كبيرة؟ وهنا المشكلة، هل عندك كل كبائر شرك؟ تفضل، هل كل كبيرة عندك شرك؟ تفضل لك الله. طيب إن شاء الله أجيبك وأتمنى أن لا تقاطعني. طبعا نحن لا نقول إن المعصية أو الكبيرة شرك، بل الشرك شيء والمعاصي شيء، لكن نقول كما قال الله هما متحدان في ماذا؟ في الوعيد. تقول لي ما الدليل على ذلك؟ أقول لك مثلا قوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالله لم يفرق بين في الوعيد بين من يدعو مع الله إلها آخر وبين الذي يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا الذي يزني. كذلك قوله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، هذا صنف حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، هذا صنف آخر. بعد ذلك ماذا؟ جمعهم في الوعيد، قال أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهنالك تفريق من حيث ماذا؟ من حيث المعاصي، ولكنهم ماذا؟ متحدون في الوعيد. أما مسألة المكانة فيختلف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكل درجات مما عملوا، فدرجة المشرك تختلف عن درجة من؟ العاصي. لكن هل هم خالدون؟ هم خالدون ويخلد فيه مهانا. تفضل يا أبا المنذر. يعني أنا بسألك سؤال بسيط، هل الشرك ظلم ولا مش ظلم؟ هل الشرك ظلم ولا مش؟ عفوا، هل الشرك كبيرة وليس كبيرة؟ بس هذا سؤالي. ما عندك أكبر الكبائر؟ تفضل لك الله. الشرك كبيرة، التولي يوم الزحف كبيرة. أنا بتقول هذا اللي بتقوله شرك كبيرة، وشرب الخمر كبيرة وليس كبيرة؟ نفس الشيء. هل شارب الخمر كافر مشرك؟ هل شارب الخمر مشرك؟ لأنه شرب خمر هل سمى مشرك؟ تفضل. طيب ابن المنذر، أتمنى يعني عاد هذه المرة يمكن السادسة السابعة أقول لك لا تقاطعني. طبعا يعني نحن لسنا سذج إلى حد أننا نخلط بين الشرك وبين المعاصي، فهنالك فروق بين المشرك وبين العاصي في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. فما الفروق في الحياة الدنيا؟ العاصي له أن يتزوج، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ما عدا الولاية، الحب في الله والبغض في الله، هذه واحدة. أما يوم الدين فدرجته تختلف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكل درجات مما عملوا، ومعلوم أن الشرك هو أعظم الدرجات، يعني أعلى الدرجات الذنوب والمعاصي، ويليها بعد ذلك تليها الكبائر. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولو في نار جهنم فهو لا يظلمهم. لذلك أبا المنذر حينما سألتك هل الذي دخل النار خفت موازينه أو ثقلت موازينه ما أجبتني وقلت هو أمر غيبي. أنا ما قلت ما أجبتك، قلت لك أمر غيبي. في فرق بين ما أجبتك وأمر غيبي يا بدر، الله يرضى عليك. كيف ما أجبتك؟ أنا قلت لك طبعا حسنات هناك سيئات. كيف أعرف أنا؟ سبحان الله. أنا بسألك سؤال، هل تعرف كم أجر الصلاة في الإسلام؟ هل تعرف كم أجرها؟ تفضل، أنا سأسألك سؤالين، اسمح لي. هل تعرف كم أجر الصلاة في الإسلام؟ تفضل لك اللحظة. طيب جميل، سؤال جميل. تقول لي هل تعرف أجر الصلاة في الإسلام؟ أقول لك لا أعرف، لأنه لم ينص عليها. هذا هل تعرف كم وزر الذي يأكل أموال اليتامى ظلما؟ هل تعرف كم وزره؟ تفضل. الله وعد صاحب الجنة الصلاة بالجنة، ووعد صاحب الأكل مال اليتيم بالنار. كم وزر الذي يأكل مال اليتيم؟ تفضل لك اللحظة. طيب ابن المنذر، لماذا قاطعتني أنت؟ أنا أتحدث، الله يهديك. نعم، ما لا نص فيه لا نستطيع أن نتقول فيه، ولكن هنا نص. هل تنكر النص؟ ما قال لك وقت النار، قال لك وصاحب الصلاة في الجنة، هو قال هكذا. جيت أنت قلت له صاحب الصلاة إذا ارتكب كثيرة النار غصب لأنه يأكل مال اليتيم. ما أنكر النص، أنت عم تتكلم مشان أنت تقول لا أعرف كم أجر هذا، وهذا فيه نص. طب ما يدريك أن أجر مقيم الصلاة أعظم من هذا؟ هل تجزم أن أجر مقيم الصلاة أقل من الذي يأكل أموال اليتامى ظلما؟ تفضل لك الله. طيب أمهلني حتى أجيب، لا تقاطعني. تقول من أين عرفت معي؟ أقول لك من النص. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الذي يدخل النار هو من خفت موازينه. أنا ما قلت لك عرفنا كم وزن الصلاة بدر. أنت تكلمت من غير تخلى في نفسك، بس اعذرني أنا بروح أفطر الحين بيزعلوا الداخلية. الفطور صار له جاهز 10 دقائق. معلش يا بدر، برجع بلطيفك وبدعوك بعد شوي. معلش اعذرني، عشان يعني لازم أتزود بالوقود.